السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه الصحيحه كيفاش تخلطوا الحنه باش يخرج لكم لون احمر غامق ومميز في نصف ساعه فقط، بدون دهون بدون مواد كيماويه، غير بمكونات طبيعيه. كيخرج لكم لون كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، وكيدوم معكم مده طويله. صافي البنات، كيف قلت لكم وكيدوم معكم واحد المده اللي كتكون طويله. غير خليك معايا حبيبتي وما تبخلش عليا من لايك الفيديو، اشتركي باش يوصلك الجديد. وندوزو دابا على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. كيف ما شفتوا معايا خديت ملعقه كبيره من الشاي، وغناخذ واحد القطعه من السكر او ملعقه كبيره من سكر سنيده، المهم اللي متواجد عندك ضيفيه. وغنضيف قطعه من قطعه ديال السواك، هانتوما ناخذ واحد القطعه منه. بالنسبه لهاد المكونات يعني كيخليو لينا الحنه كتخرج كيف قلت لكم حمراء، وزائد كتدوم لينا واحد المده اللي كتكون طويله، ماشي بحال الدولي ولا كديري غير 3 ايام ولا شنو هو كيبقى يعني بالزربه كطير لكم. اما باش كتخلطيها بمكونات طبيعيه كدوم لك واحد المده طويله وكتعطي واحد اللون رائع كيف ما شفتوا معايا في الصوره. وكناخذ القليل من القرنفل، زائد من الاحسن ان نتفاداو الدوليو، يعني الدوليو ما زوينش بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، كيدير لهم داك. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه راه عارفين ملي كيديروا الدوليو كيفاش كيولوا ايديهم او رجليهم، كيولوا كلهم بقع حمراء. صافي هانتوما ضفت واحد الكاس كبير من الماء، وهنا غنزيد فص من الثوم احمر. ممكن انك تقطعيه بحال هكا او تحكيه عشوائي بالقشره ديالو، ضروري يكون ثوم احمر من الاحسن. صافي غنخلط المكونات مع بعضهم بحال هكا. هانتوما باقا ما درتهمش فوق النار وكتشوفوا يعني بداو كيطلقوا اللون ديالهم. ضروري ما غديروهم فوق النار، على نار اللي غتكون متوسطه، وغتغطيوهم. من الاحسن انكم غتغطيو الكسروله وتخليو داكشي حتى يغلي يطبخ مزيان. وكندوز هنا باش ناخذ واحد الاناء فاش غنخلط الحنه ديالي. بالنسبه للحنه اختياريه، شوفوا نتوما شنو بغيتوا، واش كتبغيو الحنه اللي كتكون مدقوقه على الايد، او كتاخذوا هاد الحنه اللي كتكون هاد الحنه الصحراء التزارين. وفاش كتاخذوها ضروري ولا بد انكم تقلبوها تشوفوها واش اللون ديالها خاصو يكون اخضر، ما يكونش اللون ديالها بني. حيت لك اللون ديالها بني كتكون قديمه، لهذا خذوها تكون اللون ديالها بحال هكا. هانتوما شوفوا كيكون اللون ديالها خضر هانتوما. وبالنسبه يعني الا بغيتو بحال هكا تنقشوا ايديكم ورجليكم، يعني خذوا. هي بالنسبه للنقش ما كيحتاجش واحد الكميه اللي كتكون كثيره، راه خذي منها غير واحد الكميه. المهم على حساب كل واحد، كاين اللي رجليها كبار كاين اللي صغار، المهم على حساب القياس اللي غيقدك نتيا. غير حاولي انك ما تكثريش الحنه، راه كتزاد وغير يعني مع النقش ما تحتاجيش الحنه كثيره. صافي هانتوما علاش كنغربلها انا بحال هكا باش ما كيبقاوش ليا هذوك الكويرات، باش كتجيني ساهله في التخلاط. وغنعطيكم حتى الطريقه مني تحنيو او تنقشوا اشنو ديروا باش كتبقى تطلق لكم مزيان في الايدين ديالكم. صافي هانتوما المهم انا يعني غناخذ الكميه اللي غتقدني انا. بحال هكا الا بغيتي تنقشي ممكن انك بحال هكا السيده اللي غتجي تنقش لك او نتي بوحدك. شوفي المهم نتي على حساب، ممكن انك تخلطي نتي بوحدك هي تجي غير تنقش لك بحال هكا النقاشه. حنا دابا النقاشات كيكثروا الدوليو بزاف، فهمتوا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل بغات دير الدوليو ديروا ماشي مشكل، ولكن يعني بهذه الطريقه كتدوم لكم واحد المده طويله وكيخرج حتى داك اللون كيخرج احمر، يعني ما كيخرج داك اللون. حيت دابا الدوليو فاش كيكرم وكتحيدوا الحنه
داك اللون ديال الحنه كيكون بحال مسخ، يعني ماشي بحال كما شفتوا معايا في الصوره كيبان لكم احمر، لا كيكون بحال مسخ. المهم انا ما كيعجبنيش هذاك اللون اللي كيكون بحال هكا، كيكون بحال البنيه بحال. صافي هانتوما البنات دابا دزت خديت هذاك المكونات غندوز باش غنصفيهم. هانتوما شوفوا خليتهم حتى غلاو ليا مزيان مزيان حتى طلقوا داك اللون ديالهم. وصافي غندوز هنايا باش غادي نصفيهم، وغندوز يعني ملي غنصفيهم غنحطوه على جانب حتى يبرد ليا. ما غنخلطش به الحنه وهو سخون، يعني الا خلطت به الحنه وهو سخون غيحرق ليا الحنه وما غيخرجش ليا اللون. غير تبعوا هاد المراحل اللي كنعطيكم وهاد النصائح باش تحصلوا على حنه واعره وغتعجبكم بزاف. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا صفيته وغنحطو على جانب حتى يبرد ليا او يدفى، ماشي يبرد كاع بزاف. وغندوز باش غنخلط الحنه ديالي. هانتوما كنبقى نخوي بحال هكا دفعه دفعه باش حتى نتحصل على القوام اللي انا محتاجه ليه. بالنسبه للحنه، بالنسبه للنقش راه ما كيبغيش الحنه اللي تكون قاصحه، لا خاصها تكون مطلوقه. هي في الصراحه ماشي غير النقش ولا الحنه كيف ما بغات تكون، ما تكونش الحنه قاصحه، ما تكونش ثاني جاريه يعني بحال التبريمات، لا تكون مطلوقه باش ملي تنقشوا. حنا دابا الحنه غير كتكرم لينا على ايدينا، غير كتكرم بحال هكا صافي، يعني راه ما كتبقاش تزيد تطلق. كل ما بقات لكم خضره في يديكم كل ما كتعطيكم اللون. لهذا غنقول لكم المهم انا غنخدم بحال هكا نخلط ونعطيكم النصائح. صافي كيف قلت لكم البنات غاديين فاش تحنيو او تنقشوا خذوا واحد الكيس بلاستيكي وديروه بحال هكا على ايديكم ولا رجليكم. باش هذاك الكيس بلاستيكي علاش؟ باش كيزمط لينا ديك الحنه، والحنه كتعرق لينا في يدينا وفي رجلينا، وما حدا هي كتزمط وكتعرق وهي كتطلق لينا في يدينا وفي رجلينا. هذا السر من اسرار الحنه باش كتخرج لكم داك اللون كيف ما بغيتو. صافي البنات صافي. وهذيك الساعه المهم خليوها تقريبا 10 دقائق بحال هكا 15 دقيقه، وحيدي ديك البلاستيك وخليها تكرم. ومن بعد غتشوفي اللون، ملي غتحيديه غتشوفي اللون كيفاش داير. صافي البنات هانتوما شوفوا اللون كيفاش طلقاتو. وضروري البنات هانتوما الوصفه عندي هنا انا جاهزه، شوفوا بعد ما خدمتها مزيان كيفاش كتولي، وشوفوا يعني ضروري ما تكون مطلوقه على هذا الشكل. صافي وغادي تخمروها ضروري من الاختمار، يعني بحال هكا بغيتو تنقشوا في الصباح ديروها بالليل وخلوها الصباح نقشوا بها. بغيتو مثلا ديروها في العشيه خلطوها في الصباح وفي العشيه نقشوا بها. ضروري كل ما اختمرت كل ما غتكون حسن. صافي البنات هنا غيكون تسالى لا فيديو ديالي، وما تبخليش ليا حبيبتي من لايك الفيديو واشتركي باش يوصلك الجديد. ونخليكم البنات الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه. مع السلامة حبيبة.